طبعا مباراة سيراميكا وبلدية المحلة مباراة كانت مثيرة جدا جدا، وكان في عدد كتير قوي من الأهداف. أكيد 8 أهداف، عدد مش قليل إن يتم تسجيلهم من خلال مباراة واحدة. وده إذا كان بيدل على إن الفرقتين بيلعبوا أوبن جيم أو كرة هجومية بحتة، سواء بقى كابتن أيمن الرمادي او كابتن احمد عبد الرؤوف. لكن انا عجبني جدا الهدف بتاع صديق اجوله، هدف مميز فيه لينك وفيه ربط ما بين اللعيبه وبعضها، وفيه قدرات وامكانيات فنيه عاليه جدا. وازاي النهارده في الكره الحديثه بقدر اوضح اهميه دور اللاعب اللي معهوش الكوره، ازاي بيتحرك، ازاي بيقدر يستغل المساحات الفاضيه، ازاي بيبقى ذكي ان هو يقدر يخلق لنفسه من خلال كره ميته فرصه هدف تساعده على تغيير مسار المباراه. وده اللي حصل اثناء الجيم. وانا اخترت الهدف ده تحديدا لان الكرة دي في البداية كانت هجمة واعدة لفريق بلدية المحلة. اشتغلوا مع بعض دفاعيا كويس جدا، قدروا يستخلصوا، عملوا تحول هجومي نموذجي. لكن الكرة ما كملتش لمجرد ان في لعيب كسل ان هو يتحرك في المساحة اللي يقدر من خلالها يكسر اللاين ديفenس بتاع فريق سيراميكا، عكس اللي حصل في الهدف بتاع سيراميكا. وحب ان هو ياخد الكرة في رجله والكرة اتقطعت. قدرت لعيبه سيراميكا كليوباترا ان هي تحول الكوره من هدف عليها او هجمه واعده عليهم لهدف لصالحهم، من خلال فوارق فنيه وفوارق فرديه عند بعض العناصر زي صديق اجوله، سواء في الكوره الاولى ان هو اتحرك في المساحه الفاضيه واللينك اللي بينه وما بين احمد هاني، او حتى في الكوره التانية ان هو عمل دبل باس مع احمد بالحج وخد برضه في المساحه الفاضيه في ظهر الناس، وقدر ان هو يسجل هدف. طبعا من الاهداف التكتيكية اللي فيها مهارة عالية وفيها قدرات فردية عالية جدا بالنسبة للعيبة.